هيلو هيلو، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. قضيتنا اليوم هي واحده من اصعب القضايا الفرنسيه، ماشي من ناحيه التحقيق ولكن من ناحيه البشاعه ديالها. المهم بلا ما نطول عليكم في هذه المقدمه، الا كنتم موجودين خليونا نبداو. إيديت تزادت عام 1987 في فرنسا، وبالضبط في تولوز، في عائلة متوسطة. باها كان شيفور، أما أمها فكانت ربة بيت. كانوا عندها جوج ديال خوتها اللي كبر منها، وحيت هي البنت الوحيدة أمها غادي تسميها على المغنية المفضلة ديالها إيديت بياف. من صغرها إيديت كانت حشومية بزاف وداخلة سوق راسها، كيف ما كنقولوا طفلة بدون مشاكل، حتى غيجي الوقت اللي والديها غيطلقوا. وبحكم انها مازال ما عندهاش السن القانوني، فغتمشي تعيش مع امها في دار جدها. غير هو في ظرف وقت قصير ماماها غادي تتعرف على راجل اخر وغتمشي تستقر معاه في مدينه اخرى وغير بوحدها. فهنا إيديت ما بين ليلة ونهار غادي تلقى راسها بوحدها بلا عائلتها، مع جدها اللي كان كبير في السن وكيعاني من مرض النسيان المعروف بالزهايمر. وكنظن راكم كاملين عارفين العيشه مع شي واحد كبير شحال كتطلب ديال المجهودات، وزيد عليها لا كان كيعاني من هذا المرض، فمن المستحيل انه يبقى بوحده، حيت لا قدر الله يقدر يخرج وما يعاودش يرجع، كيف ما يقدر يخلي البوطه مشغوله. المهم ما نقدروش نطمنوا ليهم. فإيديت غادي تولي ملزمه انها تخلى على قرايتها باش تقابل جدها، الحاجه اللي غتخليها تبغي الناس الكبار تقرب منهم، لدرجه انها غتقرر تولي مساعده رعايه المسنين. وهكا غادي تضرب جوج ديال العصافير بحجره واحده، غتولي قريبه من هاد الناس وغتولي تربح موراهم الفلوس. في 2004 ملي كانت عند إيديت 17 عام غادي تتعرف على لورون باكا، وللمعلومه فلورون هو صاحب خوها من شحال هادي. هاد لورون ما كانش عنده شي خدمه اللي مستقره، كل مره فاش كيخدم، وزيد عليها كان مزوج ومطلق، الاسباب غادي نعرفوهم من بعد. واخا هاد السيد كان مختلف عليها بزاف، إيديت غادا تتعلق به، خصوصا انه كان اول راجل تعرف عليه في حياتها، لدرجه 4 شهور على العلاقه ديالهم غادا تحمل. فلورون غادي يهز حوايجو ويمشي يسكن معها في دار جدها. الوقت غادي يدوز والمرض ديال الجد غادي وكيصعب، فإيديت غادي تعيط لماماها فاش تجي تشوف ليها شي حل، وامها بالقلب البارد اللي عطاها الله غادي تجي تهز باها وديه لدار العجازه. وهنا الكوبل غادي يبقاو ساكنين بوحدهم في دارو. إيديت ولورون كانوا عايشين حياة طبيعيه ديال جوج كيبغيو بعضياتهم وكيتسناو شي بنيه ولا وليد، حتى النهار اللي الجد غادي يخرج فيه من الدار. داك النهار إيديت غادي تشوف الوجه اللي ما عمرها ما شافته. ملي غتدخل للدار غتصدم بلورون سكران وما عقلش على راسو، الصالون كله مرون، القراعي ديال الشراب مشتين والطبله فيها الكوكايين. فهي غير غتشوف داك المنظر غتبدا تغوت وغتقول ليه ما بغيتش هادشي في داري، فجمع لي حوايجك وخرج. وهنا غيتسيف عليها، على حسب هضرتها غادي يلصقها مع الحيط وغيحط على كرشها موس، وغيقول لها هادي داري، هذا ولدي وانتي ديالي، فما عمرك تقولي لي خرج. بقوة الخلعة والصدمة غتحضر راسها وما غتعاودش معاه الهضرة، ولكن غادي تفهم بلي زربات والراجل اللي اختارت تكمل معاه حياتها ماشي كيف ما كانت كتخيلو. وواخا هادشي كامل اللي طرا عندكم تصحابوها تفارقات معاه، لا غادي تبقى معاه حيت كانت كتحماق عليه، فغتقرر تبقى صابره وتعطيه فرصه فين يتبدل. وباش غتكملها غتزيد تولد معاه 3 ديال الوليدات. دابا ومن بعد ما تعرفنا على إيديت ولورون وخدينا نبدا على كيفاش كانوا عايشين، غادي نمشيو نيشان للصيف ديال 2014 فاش لورون غادي يغبر. نهار 9 اوت انطوان اللي هو باه غادي يعيا ما يعيط ليه، والاول مره غادي تجاوبوا لابواد فوكال، الحاجه اللي ما موالفاش ليه حيت عارف ولدو من النوع اللي ما كيخطاش التليفون. زيد عليها انه ما يمكنش يدوز شي نهار بلا ما يعيط لماماه اللي كان قريب منها بزاف، بحكم ان لورون هو الولد الكبير ديالها. فبالنسبه لوالديه وخوتو الا ما عيطش فاكيد وقع عليه شي حاجه.
فاختو جينيفر اللي كانت مصاحبه مع ايديت غادي تعيط ليها وتعلمها بلي لورون غابر من نهار 7 في الشهر، بلي عياو ما يعيطوا ليه ولكن والو ما عندهمش عليه شي خبار. واش نتي عارفه عليه شي حاجه؟ فهنا غادي تقول ليها بلي بحالي بحالك راه هادي 3 ايام فيقني في نصاصه الليل وقال لي بلي غيمشي يدير اخر جو فاست والنهار السبت غادي يكون هنا. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هي الجو فاست، فهي عمليه ديال نقل الممنوعات بسرعه خياليه باش ما يتشدوش في البراجات. وغالبا هاد الناس اللي كيديروا هاد النوع من العمليات كيستعملوا طوموبيلات سبور اللي مشفورين. باختصار كيكونوا منظمين وعارفين مزيان شنو كيديروا، وفي حاله ما الخطه ما مشاتش كيف ما بغاو كيفضلوا يموتوا على انهم يتشدوا. فالسؤال هنا، واش بصح لورون كيتاجر في هاد الشيء ولا مخبي شي حاجه على ايديت؟ وهذا الشيء بالضبط اللي غنكتشفوه من بعد. المهم عائله باكا ما دخلتش ليهم هاد الهضره للراس، حيت عارفين بلي ولدهم من سابع المستحيلات يخاطر براسو ويدير شي حاجه بحال هكا، خصوصا انه فايت ليه مشدود. ولكن ما عندهم حتى شي حاجه ما يديروا، حيت غيخصهم يتسناو الرجوع ديالو. المشكل هو السبت جا ولورون مازال ما رجع، فالعائله غادي تقرر تبدا تدور على صحابو لشي واحد يكون عنده شي خبر، ولكن والو، تقول الارض شقات وبلعات. فجينيفر غادي تطيح عليها الفكره انها تستفسر من عند شي اختصاصي في حال هاد النوع من القضايا، وفعلا غادي تستشير مع ميتر بيير لو بونجور اللي غادي يوريها فين غادي تمشي وشنو اللي غادي دير بالضبط. فهي وخوها غريغوري غادي يتحركوا للحدود الإسبانية وغيتواصلوا مع قنصليات فرنسا اللي كاينه في الإسبان، لإيطالي، لا بلجيك، لانجلتير وحتى من لي بييبا. غير هو ما كاين حتى شي خبر على شي مواطن فرنسي تشد في تهريب الممنوعات. العائله مساكن غادي يدخلوا في واحد الحاله اللي خايبه بزاف، وحتى ايديت ما بقاتش كتنعس، ولات جسد بدون روح، لدرجه انها ما بقاتش قادره تبقى بوحدها، فغتعيط على جينيفر تجي تجلس معها شي ايامات. من بعد 5 ايام على الاختفاء ديال لورون، واخيرا ايديت غادي تمشي لديكلاري، غادي تعاود ليهم كاع داكشي اللي قال ليها، بلي غيدير جو فاست، بلي ما خرج حتى دا معاه كاع وريقاتو والسوابت ديال الدار. الحاجه الوحيده اللي ما داش معاه هي السوالت ديال الطوموبيل حيت ما مشاش بها. فالبوليس غادي يقلبوا كاع السجلات باش يشوفوا واش شد في شي بلاصه ولا دار شي كسيده، ولكن ما غادي يلقاوه لا في السجل ديال الكوميساريات، لا في سجل السبيطارات، ولا حتى في السجل ديال لي مورغ. موراها غادي يستجوبوا العائله كامله، واول حاجه غادي يركزوا عليها البوليس هي واش لورون عمرو فكر ينتحر. فعائلته غادي يقولوا لا، ولدنا عمرو ما فكر في هذا الشيء، بالعكس هو من النوع اللي باغي يعيش يسافر ويتمتع. زيد عليها باللي كيحماق على ولادو وما يقدرش يخليهم. فهنا وكيف عادتهم المحققين غادي يقولوا لهم الجمله الشهيره ديالهم: للاسف السيد ماجوري فاكسيني، الا بغى يمشي وما يقولها لحتى شي حد فمن حقه، ماشي من الضروري انه يعلمكم، ولكن ما تخافوش، الا توصلنا لشي معلومه راه غادي نعلموكم. العائله وحيت محروقين على كبتهم ما غتسردش ليهم هاد الهضره، وغادي يقرروا يقلبوا على ولدهم بوحدهم. فغي امبريميو بزاف ديال لي زافيش وغيلصقوهم في المدينه كامله باش الا شي واحد شافو ولا عنده عليه شي خبر يجي يعلمهم. وفي نفس الوقت حتى البوليس غادي يتحركوا، واول حاجه غادي يبداو بها هي صحاب لورون، واللي عرفوه عليه هو عكس داكشي اللي قالت لهم العائله. هاد صحابو غادي يقولوا بلي لورون واحد الانسان اللي مبلي، القليله كيكمي 10 ديال الجوانات في النهار، كيشرب بزاف وكيدير حتى الغبره، الحاجه اللي غادي ياكدها باه من بعد. المهم كاع الناس اللي كيعرفوا لورون عارفين بلي السيد مبلي جال بصح، ولكن حتى واحد ما عارف كيفاش هاد السيد كيولي ملي كيكون كاو، ولا حتى كيفاش الممنوعات كتاثر عليه من غير ايديت. فغادي يجي الوقت اللي غتقول لهم كيفاش كان معاها في الحقيقه. ايديت غادي تقول بلي لورون كان انسان لوناتيك كيتقلب في ظرف ثواني، بلي كيعاملها خيب وكيتكرفس عليها بالضرب. وفعلا كاينه واحد الشهيده اللي غتاكد هاد الهضره، واللي سميتها فيرونيك باسي. هاد فيرونيك كانت خدامه مع ايديت في دار المسنين. ففيرونيك ملي غيسولوها المحققين غادي تقول بلي ايديت كانت كتجي كلها زرقاء للخدمه، وبعض المرات بقوه الضرب الجسم ديالها كيكون فاشل.
فهاد العلاقة إيديت كانت هي كل شيء، خاصها تخدم، تقابل الولاد، توجد ماكلتهم، تديهم المدرسة، تصرف على الدار، وهاد الشي كامل الى لوغو ما لقاش الدار نقيه ولا حوايجو ما مصلوحينش كيضربها ليها بقتلان ديال العصا. الهضره اللي عاودت ايديت للمحققين هي الحقيقه، حيت صحابهم غادي ياكدوا باللي قدامهم كان كيعايرها، كينقص منها، ما كانش كيحترمها، وباللي كيفرض عليها شي حوايج بطريقه اللي كتجرح. الصيف غادي يسالي وهادي 3 شهور باش لوغون غابر، فهنا المحققين غادي يقرروا يعاودوا يحلوا الدوسي ويركزوا فيه مزيان، وباش حتى شي حاجه ما تفلت ليهم غادي يعاودوا يتصنتوا لكاع الناس اللي كيعرفوا لوغون. فهنا واحد من صحابو غادي يثير انتباههم، حيت غادي يعطيهم واحد المعلومه اللي غتخليهم يإليمينيو لا بيست ديال الغوفاست. هاد صاحبو غادي يقول بلي لوغون ما عندوش الكتاف ولا الجرأة باش يضرب بحال هاد الضربات، حيت هو انسان خواف، وحتى كاع لا بغى يدير الغوفاست فراه ما كيعرف حتى شي واحد في هذا الدومين. فإلا كانت الهضره ديال هاد الدري بصح ولوغون ما مشاش يدير الغوفاست، وباللي كيف ما كتقول العائله ما يقدرش حتى ينتحر، ففينا هو. وحاجه اخرى، شكون اللي عنده الربح ان القضيه تمشي في هذا الاتجاه؟ فهنا المحققين بداو كيشكوا اللي كاينه شي حاجه مخبيه مورا هاد القضيه، وباللي الوحيده اللي تقدر تجاوبهم هي ايديت اللي كانت مكمله حياتها بحال حتى شي حاجه ما طاريه. وفين ما العائله كيسولوها علاش ما كتحضريش معنا في التقلاب، كتبدا كتهرب وتقول لهم بلي 3 ديال الوليدات صعيب باش تقابلهم بوحدها، بلي كياخذوا ليها كاع وقتها، وبلي نفسيتها مكتئبه. فبيني وبينكم هادشي ما غاديش يدوز مرور الكرام على المحققين، حيت ما تنساوش ايديت كانت مرأة معنفة، ما ديكلارات حتى دازت 5 ايام على الاختفاء ديال راجلها، وزيد عليها بلي هاد المده ديال 3 شهور كامله ما دارت والو باش تلقاه، بحال عارفه بلي ما عمره ما غادي يرجع. وحاجه اخرى، من المحققين غادي يتصنتوا للجيران، واحد منهم اللي كان دارو متكي على دار ايديت غادي يقول لهم بلي الوليدات كانوا موالفين يلعبوا في الجردة كل نهار. هاد الجار كان متاكد من هضرته 100%، حيت كان كل نهار كيخرج يعطي الوليدات دي بونبون ويرجع بحالاتو. غير هو هادي 3 شهور بالحساب ما بقى شافهم كيلعبوا، وفي هاد المده كامله الدار ديما شراجمها مسدودين، حتى واحد فيهم ما كيبان من غير الا كانت غاده ولا جايه بهم من المدرسه. فدابا ايديت ولات المشتبه بها الاولى في هاد القضيه، حيت بالنسبه للمحققين هاد المعطيات كامله اللي قدروا يتوصلوا ليها ما يمكنش تكون غير صدفه. داكشي علاش نهار 20 نوفمبر وبالضبط مع 8 ديال الصباح المحققين غادي ياخدوا قرار باش يفتشوا الدار ديال الكوب. وهاد المره ما غاديش يكون تفتيش عادي، حيت الشرطه العلميه هي اللي غتكون مكلفه بهاد الدوسي. غير غيدخلوا للدار غادي يشموا واحد الريحه اللي خايبه بزاف، واللي هما شخصيا عارفين هادي علاش. فاش غيسولوا ايديت غادي تقول لهم حقا ما حقا، ولا ديك لو شي حاجه ما والماتهمش، وباللي الليل كامل هما كيرجعوا داكشي علاش الدار فيها هاد الريحه. غير هو تصرفات ايديت كانت غريبه، حيت البوليس كيقلبوا الدار تفاهه على علاها وهي جالسه في واحد القنت من الناموسيه وكطوي الحوايج بحال حتى شي حاجه ما طاريه. مورا ما غتفضح هاد القضيه ايديت غادي تقول في واحد التصريح بلي في ديك الوقيته كانت كتقول مع راسها بلي لوغون واخا يجي ليا ما غاديش يقدر يأذيني حيت البوليس كاينين وغادي يحميوني. الكالم ديال ايديت ما غاديش يطول بزاف، حيت قبل ما الشرطه العلميه تبدا ترش البلوستار باش تشوف واش كاين شي اثار ديال الدم، ايديت غادا تنهار، غتبدا تغوت وكتبكي وكتقول لهم انا وحش، انا اللي قتلته، انا اللي تيريت فيه. المحققين غادي يفهموا ديك الساعه بلي داكشي اللي كانوا خايفين منه هو اللي طرا، فما غيكثروش عليها بزاف ديال الاسئله وغيطلبوا منها حاجه وحده، انها توريهم فين كاينه الجثه. فغتقول لهم بلي الجثه فوق منكم، غتلقاوها في الغروني. الدار ديك الساعه غتحول لمسرح الجريمه، وايديت غادي تحول من مشتبه فيها المجرمه في ظرف ثواني. مني المحققين غادي يطلعوا للغروني ويمشيو للبلاصه اللي نعتت ليهم، غادي يشوفوا واحد المنظر اللي ما عمرهم ما شافوه في حياتهم. ايديت بنات حيط اللي داخل كاين فيه لوغون. واحد من المحققين غادي يقول من بعد كون ماشي ايديت اللي نعتت لينا فين كاين، فمحالش واش كنا نقدروا نلقاو، حيت الغروني تقلب مره وجوج وثلاثه وحتى شي واحد ما رد البال، لان الحيط اللي كان فيه بلوغون كان بحالو بحال الحيوط الاخرين.
دابا من الجثة تلقات وإيديت اعترفات، خاصنا نعرفو فوقاش كيفاش وأهم حاجة علاش هاد الشي طرا. وباش نفهمو مزيان خليونا نرجعو سيمانة قبل ما لوغون يغبر. فهاديك السيمانة غادي يمشي هو وإيديت ووليداتهم كاملين فواحد العطلة البالافالي فلو، عطلة اللي غادي دوز زوينة، وهاد الشي كيشهدو بيه التصاور اللي خداو مع بعضياتهم. إيديت كانت باغا تسيق بلي كلشي مزيان وبلي لوغون غادي يقدر يتبدل، ولكن غير رجعو غادي يرجع لعوايدو بالنهار ناعس وبالليل سهران. نهار 5 أوت غادي يمشي سهر وكيف عادتو غادي يرجع معطل. فهاديك الوقيته إيديت كانت ناعسة، فغادي يجي جرها من شعرها ويبقى جارها حتى ينزلها لتحت. وهنا غادي يهز عليها المكحله ديال جدها اللي كانت عندهم في الدار ويبدا يعاير فيها. إيديت غادي تبقى غير ساكته وكتشوف فيه الحاجه اللي غير ما غتزيد تجهلو، فغيهز المكحله وغيحطها على راسو وغيحط صبعو على لاكاشيت. هنا إيديت غادي تبدا تخاف، غادي تعرف بلي يقدر يدير شي كارثه، فغتضرم عليه وتبدا تجابد هي وياه باش تحيدها ليه. فجأة القرطاسه طلقات ولوغون طاح، فهي بلا ما تشوف شنو طرا ليه ولا تقلبو غتمشي كتجري للحمام وتخبى فيه. قالت بلي راه غادي يفيق وغادي يجي ليا، غير هو هاد المره لوغون ما عمرو ما غادي يعاود ينوض. هنا غادي تسولوا راسكم واحد السؤال اللي حتى انا حيرني، هو كيفاش قرطاسه ديال المكحله ما فيقات حتى شي واحد، لا من الولاد ولا من الجيران؟ هاد السؤال ما عندوش جواب، حتى من الاخصائيين ما قدروش يجاوبونا عليه، يعني غادي يبقى مفتوح. المهم إيديت غادي تبقى مخبيه في الحمام حتى تسمع بلي ولادها فاقوا، فغتخرج غتسد الباب ديال الصالون اللي لوغون كان ميت فيه، غتلبس لولادها حوايجهم وغتفطرهم فواحد المخبازه، ومن بعد غادي توصلهم للمدرسه. غير غترجع وغتاكد بلي راه ميت، غتلويه في واحد المانطه خفيفه ليمونيه وغتحفر حفره في الجرده اللي العمق ديالها 30 سنتيمتر ودفنو. من بعد 3 ديال الاسابيع غتكون جالسه كتكمي، فغتبان ليها شويه من ديك المانطه خارج من التراب، فهنا غتقرر ما تخليهش تما لا تمشي تفضح، وغطيح عليها فكره اللي الشيطان براسو ما طيحش عليه. غتنوض غتجبدو، والصراحه ما عرفتش كيفاش دارت، حيت المنظر ديال الجثه كان حالته، راه كندويو كوميم على جثه داز عليها 3 ديال الاسابيع، يعني غتكون وصلت لواحد الدرجه ديال التحلل اللي متقدمه بزاف. زيد عليها انها غتكون خوات من الماء وحتى من الشحمه، لدرجه بقات فيها 26 كيلو. من بعد ما خرجاتها غتطلعها للغروني وغتنزل توجد السيما في الكراج، وغتطلع تبني بالجثه ديالو حيط. من بعد هاد التصريحات إيديت غادي تشد، وديك الساعه غتحول للكوميساريه على قبل التحقيق، وحيت التهمه ديالها كانت ثقيله غادي توكل واحد من اهم المحاميين في فرنسا واللي كان سميتو ميتر لورون بوغي. إيديت غادي تعاود ليه بلي لورون كان كيتعدى عليها نفسيا جسديا وحتى جنسيا، وهذا الشيء ما وقفش هنا، حيت غادي تعاود ليه بلي واحد النهار لورون غادي يحمي واحد الموس وغيكتب حرف ال في صدرها وفي المؤخره ديالها. فالمحامي بقوه الصدمه غادي يدير طلب باش يعرضوا إيديت على الخبره، والنتيجه غادي تكون صادمه، حيت الطبيب غادي ياكد بلي إيديت غير كتكذب، وبالنسبه ليه هادوك الاثار ماشي ديال الموس كان حامي، وغيزيد ياكد بلي هادوك الاثار كاينين في بلايص اللي تقدر توصل لهم يديها، يعني تقدر تكون إيديت هي اللي دات هادشي لراسها باش الملف يتوجه لقضيه الدفاع عن النفس والناس يتاثروا بالقصه ديالها. عام غادي يدوز، غادي تعطى امر باعاده تمثيل الجريمه. إيديت كانت متعاونه مع البوليس لاقصى درجه، الهدف من هذه إعادة التمثيل هو أنهم يعرفوا واش كانت بوحدها ولا عاونها شي حد، حيت كانوا كيقولوا بلي مستحيل إنسانة حساسة بحالها دير هادشي كامل، راه قتلات راجلها، دفناتو، عاودت جبداتو، طلعاتو للغروني، بنات عليه حيط، وفي الاخر ديكلارات. جاهم هادشي كله بزاف. ولكن إيديت غادي تصدمهم، حيت غادي تبين ليهم باللي فعلا دارت داكشي بوحدها، بالخصوص ملي قدرات تجر المانكان اللي كان فيه نفس الوزن ديال لورون بلا ما تواجه حتى شي مشكله. من بعد إعادة تمثيل الجريمة، الأخصائيين في الأسلحة غادي يدرسوا المكحلة اللي كانت من نوع 22 لوغ، ولكن مع الأسف غادي يكون من الصعيب عليهم أنهم يحكموا في هذه الحالة، حيت السيناريو اللي عطاتهم إيديت هو واحد من السيناريوهات الممكنة، حيت من بعد ما غيدرسوا المكحله غادي تبين لهم بلي بصح لورون يقدر يكون شد بيد المكحله
وباليد الاخرى حتسبعوه على لاكاشيت. غير هو هذا ماشي هو السيناريو الوحيد اللي كاين، حيت يقدر يكون لورون تقتل هو ناس. هاد الدراسه ما غادي تنفع بالدوسي بوالو، حيت ما قالتش لينا واش بصح هو تقتل ولا كان حادثه. غير هو راه كاينين بزاف ديال الحاجات اخرين اللي ما واضحينش. اول حاجه، الا كانت هذه غير حادثه فعلاش ما عيطاتش البوليس من الاول في بلاصه ما دفنوا؟ الحاجه الثانيه هي علاش حتى شي واحد ما سمع صوت القرطاس؟ والحاجه الثالثه اللي غريبه بزاف هي ان البنت الكبيره قالت بلي باست باباها في جبهته قبل ما تخرج تفطر هي وخوتها داك النهار. ولكن ايديت اكدت المحققين بلي لورون مات في جويه 3 الصباح. فشنو البنت غادي تكون باست الجثه ديال باباها؟ والا بصح كيفاش ما ردتش البال للدم؟ حيت ما تنساوش راه لورون تضرب في راسو بقرطاسه ديال المكحله. فللاسف حتى من هذا السؤال غادي يبقى مفتوح، حيت الطب الشرعي ما قدرش يتوصل للساعه بالضبط اللي مات فيها لورون. نهار 19 مارس 2018 غادي تبدا المحاكمه ديال ايديت اللي متابعه بتهمه قتل الشريك. غير هو هاد المحاكمه ما غيبقاش لورون هو الضحيه فيها، غادي تولي ايديت هي الضحيه ديال سنين ديال العذاب، وجا الوقت اللي دفعت فيه على راسها. الجلسه ديالها غادي تكون عامره بصدمات، الناس غادي يسمعوا جزء صغير من داكشي اللي داز عليها، وغادي تعاود لاول مره شي حوايج اللي غادي يخليو الحكم غيكون في صالحها. غادي نعطيكم مثال. غادي تقول بلي ملي كانت عندها 12 عام كانوا مخيمين هي وعائلتها، فمني سالات الصبحار غادي تدخل تدوش، غادي تطيح لها الفوطه من فوق الباب، فهي غير غادي تحل الباب باش تهزها غادي يدخل عليها واحد الراجل اللي ما كتعرفوش وغيغتصبها. ديك الساعه غادي تخاف لا تخسر الفرحه ديال عائلتها بالعطله وغادي تقرر تسكت. هاد الهضره ايديت ما قالتها حتى لشي واحد حتى النهار اللي تعرفت فيه على لورون. والا كان هاد الشيء صدمكم فاللي غادي نعاود لكم دابا هو اللي غيصدمكم اكثر. ايديت غادي تقول بلي واحد النهار تناقشت هي ولورون فغيخليها حتى غتدخل الدوش وغيدخل يغتصبها باش يخليها تعيش نفس الخلعه ونفس الالم اللي عاشته في الطفوله ديالها. من مورا ما لقات يسمع لهاد الشيء كامل وخدا الشهاده ديال مرتو الاولى وصحابو، غادي يقرر انه ياخذ هاد القضيه كدفاع عن النفس، وغادي يحكم على ايديت ب3 سنين، وحيت كانت مشدوده من 2014 غادي تخرج داك النهار نيت. ايديت كانت غادي تطير من الفرحه حيت واخيرا غادي تجمع مع وليداتها وترجع لحياتها، والناس اللي كانت خدامه عندهم غادي يقرروا يرجعوها لخدمتها حيت كانوا تايقين فيها، فهي غتركز على راسها خدمتها ولادها وقرايتهم. وفعلا هاد الشيء غادي يعطي نتيجه حيت النقط ديال وليداتها غادي يتحسنوا. ولكن ماشي كلشي فرحان للخروج ديال ايديت، حيت عائله لورون جاهم بلي ولدهم تقتل مره اخرى وبلي القاضي ما احترمش الروح ديالو. العائله كانت متاكده 100% بلي ايديت قتلت ولدهم وهو ناعس، وبلي كاع هاد الهضره اللي عاودت لهم ايديت هي غير هضره خاويه وصافي. بالخصوص جينيفر اللي ما قدرش تصرت ليها كيفاش جابتها للدار وخلاتها تبقى معاهم لمده ايام وايام وخوها مدفون غير فوق منهم. فهي وعائلتها غادي يديروا ما في جهدهم باش يستأنفوا القضيه، وفعلا في ماي 2019 الاستئناف غادي يتقبل وغتبدا المحاكمه من اول وجديد. غير هو هاد المره غتكون هيئه جديده اللي اقل حاجه نقدر نقول لكم عليها هي ان الحكم الاول ما قنعهمش. الجلسات غادي يبداو والقضيه غادي تصعب على ايديت، القاضي غادي يضغط عليها بزاف وحتى من الاسئله اللي كان كيسولها كانوا تقنيين، فهي غادي تنغلق على راسها. القاضي كيهضر معاها وهي غير كتشوف، الحاجه اللي ما غاديش تكون في صالحها، حيت المحاكمه غادي تاخذ منحى اخر. القضيه غادي تتحول من الدفاع عن النفس لقضيه القتل العمد. ونهار 17 ماي 2019 غادي تنطق بالحكم. إيديت سكارافيتي غادي تحكم عليها ب10 سنين ديال الحبس، واخا ما عمرها ما اعترفات وما عمرهم لقاو شي دليل اللي يثبت انها قتلته عمدا. فبالنسبه للوليدات هما دابا كاينين في دار رعايه الاطفال كيتسناو شي عائله اللي تبناهم. كانت هذه هي القصه ديال ايديت. ما نكرهكمش تخليو لي الاراء ديالكم. واش نتوما ممكن تصبروا على الذل والاهانات حيت كتبغيو شي شخص، ولا غادي تفضلوا انكم تخلوا عليه وتشوفوا حياتكم وطموحاتكم؟ قضيتنا غادي تسالي هنا، نتلاقاو في فيديو جديد مع قضيه جديده. باي باي.